زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم على الجميع وعلى كل زملكاوي مخلص ان شاء الله. طبعا في الفيديو دوت هنتكلم عن مباراه سيراميكا كليوباترا، كده هنقول كلمتين على السريع، وبعدها هنتكلم عن مباريات الزمالك في شهر رمضان الكريم ان شاء الله. فطبعا اول حاجه هنتكلم عن مواجهه الزمالك وسيراميكا كليوباترا اللي الزمالك خسرها الماتش اللي فات. طبعا احنا لو اتكلمنا على المباراه نحس ان في توجهات ان الزمالك يخسر المباراه ديت ويطلع من بطوله الكاس. هم الزمالك يعني تملي، لو الزمالك متفوق لازم يرجع لورا شويه، لو الزمالك في بطوله الاهلي طلع منها لازم الزمالك يطلع برضه. ما تعرفش في توجهات كده ضد الزمالك ان هو ما يقومش. فطبعا احنا شفنا المباراه ديت. طبعا الحكم مش عايز اقول دون المستوى، انا حاسس ان هو معاه توجهات ان الزمالك لازم يخسر. انا ركله الجزاء اللي هو حسبها دي كره معديه من تحت حسام عبد المجيد، هو طبعا حسبها ركله جزاء وصمم على الراوية. طبعا الفار طبعا اللي هو كان موجود، هو كان موجود ومش موجود، لان هم تحس ان هم كانوا واخدين تعسيله، او تحس ان هم كانوا ضاربين ربعين، فما كانوش اصلا قصاد الاجهزه ولا قصاد اي حاجه، او هم جاي لهم تعليمات ان انتوا حتى لو كره جدل للزمالك ما تفكروش تفكروا اصلا تستدعوا الحكم اساسا. فطبعا الزمالك خسر المباراه ديت وطلع من بطوله الكاس. وطبعا انا هقول حاجه برضك للاعيبه نادي الزمالك واداره نادي الزمالك. طبعا الحكام في مباراه الدوري، طبعا الزمالك رقميا متفوق عن الاهلي شويه وعن بيراميدز. طبعا هو فرق لا ما يعني ما ينفوش اي حاجه، نقطه او نقطتين ما يعملوش اي حاجه، بس طبعا انا حاسس ان هيبقى في توجهات في المباريات اللي جايه للزمالك برضك في الدوري ان هم يحاولوا يخسروه باي وسيله عشان الاهلي يطلع يتفوق ويوصل قدام شويه، وبيراميدز يبقى برضك فوق الزمالك، والزمالك يبقى رابع خامس. التوجه شكله ماشي على كده. فطبعا انا عايز اداره نادي الزمالك تكون اقوى من كده شويه، وكمان اللعيبه يعني تغل شويه في الملعب، لان طبعا هو انت حاسس ان هو عايز يظلمك، فانت حاول ان انت ما تخلوش يظلمك بقى، العب جامد شويه، خليك اجريسيف اكتر، احرز هدف. ما هو هيلغي لك ازاي الا اذا كانش هو يعني هدف بقى ما. فانا بقول لعيبه نادي الزمالك، وطبعا يقللوا الالتحامات في منطقه الجزاء، لان طبعا اي كره مشكوك فيها ولو 10% هيحسبوها على الزمالك على طول لو للزمالك. احنا شفنا في الماتش اللي فات محمد السيد واخد هدر تمام التمام من عمرو السولية في مباراة سيراميكا. طبعا الحكم ولا حتى لا ارجع للفار، حتى لو انا مش مقتنع بيها، انما هو اصلا لا رجع للفار ولا اي حاجة، وقال لمحمد زياد قوم مش عارف ايه انت بتمثل. فهي اي لمسة اللي كانت لسيراميكا كان هيحسبها في منطقة الجزاء معروفة يعني. في الفيديو ده يا جماعة هنتكلم عن مباراة الزمالك في شهر رمضان. اول حاجة هنتكلم عن اول مباراة للزمالك. المباراة الاولى هتكون قدام حرس الحدود. المباراة ديت هتكون يوم الجمعة اللي جاي ان شاء الله 20 فبراير. المباراة هتكون 2 رمضان. المسابقة اللي هتكون فيها المباراة ديت في بطولة الدوري. والموعد المباراة هتكون إن شاء الله الساعة 9:30 بالليل. نيجي لتاني مباراة للزمالك. المباراة التانية هتكون قصاد زد. المباراة دي هتكون يوم التلات 24 فبراير. 24 فبراير هيوافق 6 رمضان في مسابقات الدوري. والمباراة ديت هتكون الساعة 9:30 بالليل. تالت مباراة للزمالك هتكون مباراة قوية، احنا مش عايزين نقول مباراة قوية لأن برضك الماتشات اللي جاية دي ممكن برضك تبقى قوية. المباراة التالتة هتكون قدام بيراميدز، طبعا بيراميدز منافس قوي. المباراة دي هتكون اليوم الأحد 1 مارس، هيوافق 11 رمضان في بطولة الدوري. والمباراة دي هتكون الساعة 9:30 مساء. نيجي للمباراة الرابعة هتكون قدام إنبي، دي هتكون يوم الأربع 11 مارس، ده هيوافق 21 رمضان في مسابقة الدوري. والمباراة دي هتكون الساعة 9:30 مساء. نيجي للمباراة الخامسة هتكون قدام أوتوهو. أوتوهو ده فريق كونغولي، دي في كأس الكونفدرالية الأفريقية. المباراة دي هتكون يوم الأحد 15 مارس، هتوافق 25 رمضان. طبعا زي ما احنا قلنا في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. الموعد طبعا بتاعها ما تحددش لأنها هتكون في الكونغو. وده يا جماعة كان
جدول مباراة الزمالك في شهر رمضان الكريم. كل سنة وكل زملكاوي طيب بإذن الله تعالى، وإن شاء الله ربنا يبعد الظلم عن نادي الزمالك، واللعيبة برضك تأدي أداء قوي، لأن احنا طبعا بنحارب في جميع الجبهات. فإن شاء الله نادي الزمالك يقدم مردود كويس. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.